السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا في احسن حال. النهارده هنشتغل مع بعض شنطة ميني كروس او بورتفيه. يلا بينا نشتغل على طول. اول حاجة هنستخدم معانا الابرة مقاس رقم 5 ألمونيوم، وبعدين هنستخدم خيط الكليم سوبر لوكس مصري ولونه بيتي بس هو مغمق شوية، وبعدين هنستخدم قفل، وبعدين الدبابيس او المسامير اللي بنعمل بيهم القعدة. بعد كده هنجيب الخيط وهنسيب مسافة كده متر عشان هنداري بيه خطط الغرز المنزلقة. أول حاجة هعمل عقدة البداية وهشتغل 16 غرزة سلسلة زائد واحد. زائد واحد دي يعني الغرز الارتفاع، يعني 17 غرزة سلسلة كلهم على بعضهم 17. دي 17. هفوت واحدة، الغرزة اللي بعدها غرزة حشو عادية، وكمان اللي بعدها غرزة حشو عادية، والغرزة التالتة غرزة حشو. السلسلة الأولى هنجيب فيها ماركر عشان دي اللي تعتبر فيها ممكن نقفل بيها الشغل وتعتبر غرزة من التزايد. هكمل شغل لحد الباقي وبوصل للناحية التانية. اخر غرزة معايا اشتغلتها هشتغل فيها 3 غرزة حشو في نفس المكان عشان يكون لي الشكل البيضاوي. 2 3 في نفس الغرزة، 1 2 3. بعد كده هنشتغل في كل غرزة قصادها غرزة حشو عادية. كده عملنا 3 غرز، غرزة حشو. هنشتغل 14 غرزة ثبات، 14 غرزة حشو ثابتين. والناحية التانية اللي هنشتغل فيها 3 غرزة حشو اشتغلت كده 14 غرزة حشو ثبات. بقى في اخر غرزة هشتغل فيها 2. الغرزة اللي فيها العلامة دي عشان دي تعتبر اول غرزة من ال3 اللي احنا اشتغلناهم في الناحية التانية المقابلة ليها. يعني انا دلوقتي هشتغل غرزتين حشو عشان يبقوا 3 زي الناحية التانية. ادي كده 3 غرزة حشو، 1 2 والغرزة اللي فيها العلامة. هنشيل العلامة وبعدين افكها وهشتغل فيها 2 تزايد. هنرتفع بالسطر التاني 2 تزايد في الغرزة اللي فيها العلامة. مش هقفل بمنزلقة ولا ارتفع سلسلة عشان لما اجي اشتغل السطر التالت هنشتغله حلزوني، يعني من غير ما نقفل بمنزلقة ونطلع بسلسلة. كده اشتغلنا اول واحدة والتانية في نفس المكان كده تزايد. وبعدين هنحط ماركر في الغرزة الاولى من التزايد عشان لما نيجي نطلع باقي السطور نطلع وناخد له علامة معانا غرزة غرزة عشان لما نيجي نقفل السطر خالص من فوق خالص. بعد كده هشتغل 14 غرزة ثبات، غرزة حشو ثابتين لحد ما اوصل للناحية التانية ال3 غرز بالشكل ده. وصلت كده اشتغلت 14 غرزة ثبات. اول واحدة اشتغلت فيها 2 وبعدين اشتغلت 14 غرزة في ال3 غرز اللي هنا هشتغل في كل واحدة 2، يعني ال3 غرز هضعفهم هيبقوا 6. دي 1 في نفس المكان 2، الغرزة اللي بعدها اشتغل فيها تزايد 1 في نفس المكان 2، الغرزة التالتة تزايد 2. كده ضعفنا الغرز وبقينا واشتغلنا 6 غرز، 1 2 4 6. هشتغل 14 غرزة ثبات فوق كل غرزة غرزة حشو لحد ما اوصل للاتنين الباقيين هشتغل فيهم في كل واحدة غرزتين.
عشان يبقوا 6 زي اللي احنا عملناهم دي بالظبط. اشتغل في كل غرزة غرزة حشو واحدة، 14 غرزة ثبات. بالشكل كده. 14 غرزة بعدهم معاكم اهم. فاضل غرزتين اشتغل في كل واحدة 2 غرزة حشو. والغرزة التالتة من التزايد طبعا اشتغلناها في الاول خالص، وحطينا الماركر في اول غرزة. ادي 1 2 في نفس المكان. هشيل العلامة كده تمام. قبل ما نشتغل التزايد، قبل ما نرتفع بالغرزة الجديدة، الخيط اللي احنا سيبناه في الاول هنبتدي هنداري بيه الفتحات بتاعت القاعدة زي ما انتوا شايفين كده دلوقتي. خيط البداية هنجيب الابرة من قدام وهندخل في اول فتحة وهنطلع الخيط من نفس المكان وهنشتغل. هنروح عن الفتحة اللي بعدها على طول اهي، ندخل فيها ونسحب الخيط ونعمل غرزة منزلقة. والغرزة اللي بعدها نعمل غرزة منزلقة، وكمان الفتحة اللي بعدها غرزة منزلقة لحد اخر السطر بالشكل ده كده. كده خلصنا. هنرتفع بالخيط كده لفوق وهنجيب إبرة التنظيف بتاعتنا وندخل في نفس الفتحة اللي آخر غرزة طلعنا فيها آخر غرزة بالشكل ده، وهتبتدي تداري الخيط الزيادة معانا تحت الغرز. بالشكل ده كده. أنا بوريكم ازاي نداريها. وبكده خلاص خلصنا ونص الخيط. بقت معانا بالشكل ده. هنبتدي بقى هنعمل الغرزة بتاعتنا، غرزة الحشو العكسية. لو انتي عاوزة تعملي اي غرزة تانية تمام. هنيجي بقى في اول فتحة كده من الغرزة هنجيب المسمار ونركبه في القاعدة، بيديها شكل حلو وشكل جميل بالشكل ده كده. هنجيب الناحية التانية اهي، بتفتحي السنتين كده بتوعها وتبدأي تتكي كده كده ستت خلاص. هيبقى شكلها حلو وادت منظر للقعدة. هتبتدي تفردي القعدة بالشكل ده. هنبتدي بقى نرتفع بغرزة الحشو العكسية. هي بتختلف بس في الإبرة. غرزة الحشو العكسية بنخلي الخيط هو اللي فوق الإبرة تمام. غرزة الحشو العادية، إنما العكسية الإبرة هي اللي فوق الخيط. بصوا اهي، بنسحب الإبرة فوق ونسحب الخيط ونعمل غرزة حشو عادية بالشكل ده. الغرزة اللي بعدها نحط الإبرة فوق الخيط ونسحب ونعمل غرزة حشو، دي اسمها غرزة الحشو العكسية. أول غرزة معانا هنحط علامة عشان لما نيجي نطلع كل سطر ناخدها معانا وننقلها عشان ما نتلخبطش. والغرزة اللي بعد كده برضو غرزة حشو عكسية، تخش تحت الحلقتين تحط الإبرة فوق الخيط وتسحبي وتعملي غرزة حشو. والغرزة دي بالظبط هشرحها بالتفصيل في فيديو على القناة،
هسيبهولكوا تحت في صندوق الوصف وكمان فوق على الشاشة. بالشكل ده. بتديني شكل حرف اكس بس مش باين قوي بالكليم اهو. غرزة سهلة جدا وشرحناها. هبتدي اكمل غرزة الحشو لحد ما اوصل للعلامة اهو بالشكل ده. هنشيل الماركر نشتغل غرزة حشو عكسية. ونحط الماركر تاني عشان لما نيجي نخلص الشنطة ونقفل خالص النهاية نبقى نقفل في الغرزة اللي فيها العلامة. وابتدي اكمل واطلع بالسطور غرزة حشو العكسية عادي جدا. في كل غرزة حشو عكسية بالشكل ده. هشتغل بقى داير ما يدور لحد ما اوصل للطول المناسب اللي احنا عاوزينه. بالشكل ده كده. كده وصلت للنهاية اللي وصلت لارتفاع الشنطة او البورتفيه. تعالوا بقى نقيسه. عرض البورتفيه كان 21 سنتي والطول كان 12 سنتي. عاوزة تكبري عن كده تعرضي عن كده مش مشكلة. انا حطيت علامات هنا في النص. هتبتدي تتني البورتفيه كده بالظبط زي ما انا عاملاه وتجيبي توسطني كده بالظبط اخر غرزة من هنا واخر غرزة من الناحية التانية وسط بعض. ديت الغرزة اللي احنا نقفل فيها كل سطر. هنجيبي هنا كده كل غرزة وسط غرزة هتسيبي الغرزة اللي في النص من هنا ومن هنا وهتعدي 5 غرز تحطي علامة. ده حسب حجم البورتفيه اللي عندك. اهي 1 2 3 4 حطينا علامة في الغرزة ال5 من ناحيتي ومن ناحيتي. هنشيل بقى الماركر ونبتدي نعمل غرزة حشو عكسية عادي جدا لحد ما نيجي للعلامة. ادي 1 ونحط العلامة مكانها. دي العلامة الأصلية. بعد كده 2 غرزة حشو. التالتة الرابعة الخامسة. هنشيل الماركر هنشتغل فيها غرزة حشو عكسية ونحطها مكانها تاني. بعد كده هنرتفع 12 غرزة سلسلة. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تعالوا بقى نقيس كده. هزود كمان 2 11 12. هتعملي سلاسل لحد ما توصلي للعلامة التانية وهتروحي في الغرزة اللي فيها العلامة اللي بعدها نشيل الماركر ونحطها ونعمل مكانها غرزة حشو عكسية. نبتدي نكمل السطر عادي. هنا بقى نشيت العلامة ممكن تحطيها تاني براحتك. بعد كده هنكمل نشتغل غرزة حشو عكسية لحد ما نوصل للعلامة اللي في الجهة التانية اهو. تمام كده.
وصلت للجهة التانية هنشيل الماركر ونعمل غرزة حشو عكسية. زي ما ارتفعنا 12 غرزة سلسلة الناحية التانية هنرتفع 12 غرزة سلسلة على حسب يد الشنطة اللي انتي محتاجاها. هنشيل الماركر ونشتغل غرزة حشو عكسية. وهنكمل لحد ما نوصل للماركر الليموني اللي هو الغرزة الأساسية. تمام، كملت الغرزة وحطيتها مكانها تاني. الغرزة بقى اللي فيها العلامة هنفوتها، مش هنشتغل فيها. ليه؟ عشان تدي متانة لليد بتاعتنا. واليد ممكن تعمليها حشو عادي، ممكن تعمليها نفس الغرزة اللي انت بتشتغليها دلوقتي اللي هي غرزة الحشو العكسية. هنشتغل على السلاسل دي غرز حشو. ادي 1 لحد ما تملي كل السلاسل. 2 3 4 5 6 لحد ما توصلي. هكمل لحد ما اوصل هنا. هنعد الغرز. اشتغلت 12 غرزة. هنسيب الغرزة اللي بعد كده والغرزة اللي بعدها هنكمل غرزة حشو عكسية. الغرزة اللي بسيبها دي هي نفس الغرزة اللي كنت حاطة فيها ال4 ماركرات اهي. هنكمل لحد ما اوصل للسلسلة. هنيجي عند الغرزة دي مش هشتغل فيها وهطلع ب12 غرزة. غرزة لحد ما توصلي لاخر اليد اهو بالشكل ده كده. كده كملت اليد بتاعتنا. كده وصلت للغرزة اللي قبل العلامة. شلت الغرزة خالص العلامة، والغرزة اللي بعدها دخلت السلسلة كده من إبرة التنظيف من ورا، وهنسحب الخيط. انا اتلخبطت، انا دخلت السلسلة من ورا بالإبرة من ورا كده لحد غرزة تحت الغرزة. بعد كده خدنا الحلقة الخلفية مع الغرزة اللي تحتها على طول عشان نقفل السطر بتاعنا. كده خلاص. هننضف الخيوط بقى وبعدين نيجي تاني. هننضف الخيط كده تحت الخيط الزايد. تمام. هنيجي بقى نعمل اليد بتاعتنا، مش اليد، الحتة اللي اللسان اللي بيقفل الشنطة بالقفل اهو. هرتفع، هعمل عقدة البداية وارتفع 1 2 3 4. ارتفعت 4 سلاسل وهنسيب السلسلة اللي بعد الإبرة على طول وهشتغل في اللي بعدها غرزة حشو. كده 2 الغرزة التالتة غرزة حشو وكمان الرابعة. اشتغلت 1 2 3. الرابعة سيبناها طبعا. كل غرزة حشو عادية. هنلف السطر ونشتغل رايح جاي رايح جاي لحد ما توصلي للطول اللي انت عاوزاه. هنجيب بقى عشان نثبت الخيط، تعدي الغرز بالظبط وبعدين هتوسطني الشغل بتاعك اهو. تحاول تخليها في النص. هتجيب الإبرة، إبرة الخيط مش التنظيف، الإبرة العادية، وتشتغلي كده. هتيجي عند في النص بالظبط كده، هتخشي تحت الغرزتين وتسحبي وتعملي غرزة منزلقة.
اكنك جرس منزلقة بس مش بالعدل، بالمعوج. وهتخشي في اللسان، وكمان تخشي في الخيط في الحلقة بتاعة الشنطة من جوه بالشكل ده. انا لقيت المكان هيبقى فاضي فسيبت غرزة ونقلت في اللي بعدها. اخر غرزة هي من الطرف، تخش تحت الحلقتين وتسحبي الخيط وهتركبيها عادي، او ممكن تخيطيها بالابرة للتنظيف عادي برضو. تسحبي بقى كل الخيوط مع بعضها وترفعي الابرة لفوق بالخيط بتاعك وتظبطي كده الشغل. وبعدين هتنضفيها ابرة تنظيف. بعد كده هنجيب القفل بتاعنا ونفتحه كده بالظبط اهو. هتركبي الجزء اللي بيتفك وتدخلي كده بالحاجة، بالإبرة أو بالمقص، تدخلي الغرز جوه الحلقة اللي هتقفل على الشنطة بالشكل ده، من ورا ومن قدام زي ما الشكل كده بالظبط اهي. وهتجيبي البنسة أو الزرادية وتجيبي حتة قماشة عشان القفل بتاعك ميتجرحش، وتبتدي تضغطي من الناحية دي ومن الناحية دي اهو كده. جيبي بقى القفل عشان تظبطي من تحت وتشوفي المسافة اللي انت عاوزاها اهي. انا كده ثبتها وشلت القفل، وهتيجي من ورا من جوه الشنطة تضغطي شوية كده عشان تطلعي السنون بتاعة القفل، وتجيبي البنسة بتاعتك وتتني السنون دي. وهكمل باقي السنون بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. لازم تضغطي عليهم كويس اهو. ناقص كمان واحد بالشكل ده كده. تعالوا بقى ندخل نشوف الشكل يبقى عامل ازاي اهو. شكلها بقى جميل جدا. تمام كده بقى كده تمام. هنيجي بقى اللي عاوزة تخليها شنطة، انا جبت حلقتين سارة الفتح وعملت فيهم ركبت فيها سلسلة. ادخل الحلقة جوه الغرزة بالشكل ده كده